لا شك من أن جميعنا على علم بأن أحلامنا مليئة بالعلامات، سواء بالبشرى أو بالحب أو بالنجاح، وهناك أيضا علامات سيئة، ولكن في الغالب البعض لا يعلم ولا يستطيع تفسير أحلامه، وهناك من يحلم ولا يتذكر حلمه من الأساس. وفي حال كنت من بين المحظوظين القلائل الذين يتذكرون أحلامهم، يجب أن تتساءل عمن يعنيه ذلك، والتي تعتبر علامة من الكون، سواء تحذير من بعض الخطر أو يخبرك بالحظ الوفير. وفيما يلي بعض علامات الحظ الجيد في رؤية بعض الأحلام: الأحجار الكريمة. يشير الحلم بجوهرة إلى سعادتك ورضاك عن الحياة بشكل عام، وقد يكون مرتبطا بالأمن المالي أو العلاقات السعيدة أو الأعمال المزدهرة، فهو علامة معروفة تدل على الثروة والازدهار، فتلك العلامة تقول لك إن المال سيأتي. شجرة محملة بالفواكه. عندما تراها في أحلامك، فهذا يعني حظا سعيدا ستلتحق بك، فالشجرة المتجذرة في الأرض ترمز إلى حياتك، والثمار تتعلق بثمار عملك. يمكن أن تكون الطريقة التي تقف بها الشجرة منتصبة على الأرض مؤشرا على قوة إرادتك القوية، أو موقفك الثابت في الحياة، أو تعاملك الذي لا هوادة فيه مع أموالك. النار. من المعروف بين الناس أن النار كوسيلة للتدمير، ومع ذلك فإن مفسري الأحلام لا يعتقدون ذلك، فهم يرون أنه تأتي بالحظ السعيد، فهي تحرق همومك وقلقك بعيدا، بدلا من تدمير حياتك. إنه يدمر المشاعر السلبية. الطيران. عندما ترى في الحلم بأنك تطير، فهذه علامة أكيدة على بشرى سعيدة، قد يعني أيضا أنك ترغب في مزيد من الحرية وستحققها. امرأة. الحلم بامرأة، سواء كانت معروفة أو غير معروفة، لا يمكن إلا أن يجلب الحظ السعيد، فتعتبر المرأة علامة إيجابية تتعلق بالدفء والود واللطف والرحمة.